بقولك ايه؟ عمرك فكرت ان الاماكن اللي بنهجرها ونقفلها بسلاسل ما بتفضلش فاضية؟ في نجع التربان بالصعيد الجواني في مدرسة بنات مهجورة بقالها 30 سنة. الناس بتقول انها اتقفلت عشان قديمة، بس الحقيقة ان اللي سكنوها بعد ما اتهجرت مش بني ادمين. النهاردة هحكي لكم اللي حصل لما فكرنا نتزاكى وندخل نقضي ليلة هناك. كنا 4 أصحاب، الحماس واخدنا والفضول هيقتلنا: مروان وأبو الحسن وهوبة وأنا. التحدي كان إننا نفضل جوه المدرسة لحد ما الشمس تطلع. مروان كان قلبه مقبوض لأن أبوه قال له إن المدرسة دي مبنية فوق تراب قديمة، وإن أصحاب التراب دول ما بيحبوش حد يقلق راحتهم. بس طبعا إحنا كشباب قلنا: يا عم كبر دماغك، دي تهيؤات. أول ما دخلنا فصل من الفصول الدنيا كانت كحل. نورنا الكشافات ولقينا كشكول قديم مرمي في الأرض. الكشكول ده كان بتاع طالبة اسمها فاطمة، من البنات اللي انتحروا زمان في المدرسة دي. فتحنا الكشكول وقلبنا اتقبض. ما كانش فيه دروس، كان فيه رسومات مرعبة لوشوش من غير مناخير وعينين واسعة بتبص لبعيد. واللقطة اللي جمدت الدم في عروقنا لما بصينا على السبورة ولقينا مكتوب بالطباشير: مرحبا بكم. وكأن المدرسة كانت عارفة إننا جايين. اتفرقنا عشان نزود الأكشن، وطلعت أنا السطوح لوحدي. وأنا ماشي سمعت صوت خطوات ورايا. لفيت بالكشاف لقيت واحد يشبه هوبا صاحبي بالظبط. اتكلمت معاه ونزلنا سوا، بس أول ما وصلت الدور الأرضي لقيت هوبا الحقيقي واقف مع الشباب. بصيت ورايا ما لقيتش حد. طب مين اللي كان معايا فوق؟ ومين اللي كان ماشي جنبي؟ فجأة جرس المدرسة ضرب، صوت عالي ومزعج وسط السكون. جرينا زي المجانين ودخلنا أوضة المدير نستخبى. الأوضة دي كانت غريبة، أرضيتها تراب مش بلاط. مروان حس بحاجة تحت رجله. بدأنا نحفر ولقينا الكارثة: صناديق خشب قديمة، ولما فتحناها لقينا هياكل عظمية لبشر مدفونين جوه الأوضة. المدرسة دي ما كانتش مدرسة، دي كانت مقبرة مفتوحة. في اللحظة دي المدرسة اتقلبت جحيم، بيبان بتترضع وغربان بتصرخ وصوت جرس مش راضي يقف. ما كملناش التحدي ولا استنينا شمس، جرينا ونطينا من فوق السور واحنا بنحلف ما نعدبين المكان ده تاني. النصيحة مني ليك يا صاحبي: لو شفت مكان مهجور سيبه لأصحابه، لأنهم مش هيسيبوك تخرج زي ما دخلت. لو عجبتكم القصة دي دوس لايك وقول لي في الكومنتات، لو كنت مكاننا كنت هتكمل التحدي ولا هتخلع من أول مرحبا بكم؟